بمناسبة إن بكرة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا، تعالوا مع بعض نستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات القارية. الأهلي والترجي اتقابلوا قبل كده 25 مرة، الأهلي فاز في 12 والترجي فاز في 4 بس، وتعادلوا 9 مرات. أول مباراتين كانت سنة 91 وانتهت في الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وتأهل الترجي بضربات الجزاء، وبعدين اتقابلوا في 2001 وتعادلوا في القاهرة سلبي، وتعادلوا في تونس إيجابي عشان يتأهل الأهلي ويحقق اللقب قدام سان داونز. وفي 2007 فاز الأهلي على ملعبه 3-0 والترجي فاز في العودة 1-0. وفي 2010 نص النهائي فاز الاهلي في القاهره 2-1 وفاز الترجي في تونس 1-0 بهدف انارمو الشهير اللي جابه بايده. وفي 2011 اتقابلوا في دور المجموعات، فاز الترجي في تونس 1-0 وتعادلوا في القاهره 1-1. وفي 2012 اول نهائي بين الفريقين، ماتش الذهاب في برج العرب انتهى 1-1، والعوده الاهلي فاز 2-1 وتوج باللقب. واتقابلوا في 2015 في الكونفدراليه والاهلي فاز في القاهره 3-0 وفاز في تونس برضه 1-0. وفي 2017 في ربع نهائي دوري الابطال تعادلوا 2-2 في الاسكندريه والاهلي فاز في تونس 2-1. ورجع النهائي في 2018 الاهلي فاز في الاسكندريه